المبلغ. ايوه يعني كانت كثير حركة حلوة بصراحة. فأنا اللي صدمني يوم اللي رجعت وصال عم تفتح السيرة، فنحن ما حدا فينا حكى بالموضوع انه كان في كم حدا معانا يوم اللي حسين حكى هي الجملة، فكان في كم حدا، في كان إلي، في كان كذا حدا، ما بتذكر العالم بالتفصيل للصراحة. بس هذا اللي صار. فإذا هن حاكين بين بعضهم هذا الشي ما بيرجع إنه حسين عم بيحكي ولا أنا عم بحكي، يعني خلص. الواحد لما إنه عمل منيح عم يعمل منيح، ما قصده شي غلط أبدا. فأنا والله يا جماعة مو دفاع عن أي حدا ولا استخفاف بأي حدا، أنا وصال بحبه وبحترمه، وحسين بحترمه كتير وبعزه. فحكيت كلمة الحق، أنا هذا اللي صار قدامي وشفته وكنت موجودة عليه، إنه حب شافها هيك عم زعلانة وعم تبكي وهي كانت ظروفها شوي بشعة، قال لها أنا شو بدك، أنا مثل أخوك الكبير كون سند لإلك معك، أنت شو معتازة يا وصال، طبعا الله لا يعيزك لحدا، بس أنت شو معتازة، أنا مثل أخوك الكبير لا تخجلي مني. بالحرف الواحد انحكى هي الجملة. ف إذا في حدا عم بظن ظن خاطئ بالشاب فحرام، حرام كانت نيته صافية تجاه هاي القصة. بس خلينا نسكر على الموضوع. بغض النظر حدا محرضة ولا ما حدا محرضة أنا ما بعرف، فأنا بس حبيت وضح هذا الموضوع، إنه حرام نظلم شخص كان عم بيكون فاعل خير أو عم بيقدم شيء خير وينفهم بطريقة غلط للأسف يعني.